السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على ما قدمه المحترف الجزائري الفنان والمحارب إسماعيل بن ناصر في وسط نادي اي سي ميلان في مباراة بعث بين ميلان وسبيزيا في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي الكالتشيو. سوف نتعرف على ما قدمه المحارب الجزائري في مباراة اليوم وعلى التقييم الذي حصل عليه إسماعيل بن ناصر في مباراة اليوم. قبل البداية في التفاصيل والدخول في الموضوع أكثر، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لكم جديد، ونبدأ عودة في التفاصيل أكثر والدخول في نص الموضوع. إسماعيل بن ناصر كعادته أساسي في تشكيلة فريقه ميلان ومدربه بيولا. تحصل على بطاقة صفراء ولعب 45 دقيقة فقط وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني. طبعا اللاعب لم يتعرض لإصابة، لكن أظن أن المدرب خشي عليه من البطاقة الحمراء، لهذا تم تغييرهم. كان من أفضل نجوم ميلان في الشوط الأول. قدم تمريرة حاسمة بتمريرة رائعة، والتمريرة تدرس وراء ظهر المدافعين وبتمريرة جيدة. لعب بمباراة كبيرة وجيدة، لا هجوميا لا دفاعيا. في الشوط الأول مميز كان منه، وكان من نجوم الشوط الأول من فريق اي سي ميلان. حصل تقييم 7.7 في شوط واحد فقط. فهو يمر بظرفية جيدة. أتمنى أن يستمر في الأداء الرائع مع فريقه ميلان، وأن يكون في أفضل أحواله له، لأنه ورقة مهمة لدى المنتخب الجزائري. وهذا وكل شيء مديني بخصوص إسماعيل بن نصر، فلا تنسى الاشتراك، وإلى اللقاء.